خلت عنه في أصعب يوم في حياته. مي عز الدين رايحة تزور ابن الفنان صلاح السعدني رحمة الله عليه. كلنا شفنا انهيار أحمد السعدني، ولكن اللي حدث ليه بعد وفاة والده صادم للغاية. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل لأحمد السعدني، وبالفيديو هنشوف لحظة زيارة مي عز الدين ليه، وايه سبب انها ما وقفتش جنبه في أصعب يوم في حياته، يوم وفاة أبوه، ولا راحت العزاء ولا حتى الجنازة. تعالوا نشوف بالرغم من ان كل الوسط الفني كان متواجد أثناء جنازة صلاح السعدني، ومش بس كده، أكبر تجمع للفنانين من آخر عزاء قبل كده كان في عزاء صلاح السعدني. ولكن الكل تساءل ايه سبب غياب مي عز الدين؟ ده اللي احنا هنقوله، وهنشوف كمان دلوقتي لحظة وصولها لزيارة أحمد السعدني اللي بطلب من حضراتكم تدعوا له، لأنه في حالة من الانهيار والصمت التام من بعد وفاة والده. طبعا عمدة الدراما المصرية الفنان الكبير صلاح السعدني رحل عن عالمنا، وناس كتير زعلت على، كمان الوسط الفني زعل قوي قوي من بعد رحيله. لكن اللي حدث ان الناس كلها سابت كل اللي بيحصل في الجنازة والعزاء وقالوا هي مي عز الدين فين؟ مي بالفعل ظهرت، ولكن وهي رايحة علشان تزور ابن الفنان صلاح السعدني أحمد، لأنه حالته النفسية متدهورة. وناس كتير بتقولك انه احتاج انه يروح المستشفى، وقعد هناك 48 ساعة كانوا كلهم حزن وبكاء. والطبيب المعالج ليه قال ان جات له صدمة نفسية وعصبية سيطرت عليه، وما بقاش طبعا قادر يقف على رجليه، لانه رافض الاكل والشرب والرافض للحياة عموما. مي عز الدين اول ما عرفت كده طلعت وبررت عدم حضورها اللي هنسمعه دلوقتي، وراحت علشان تزوره. وايه اللي حصل من احمد السعدني لما قابلها وقال لها ايه بالتحديد؟ ده اللي هنسمعه دلوقتي. مي عز الدين الناس انقسمت لنصفين، انها ما بتحبش الظهور وما بتحبش الاعلام ولا التصوير ولا كل ده، وكانت عارفة ومتأكدة انها تكون الجنازة مهيبة وكل الناس هتكون بتصور، وهي ما بتحبش الطريقة دي، عشان كده ما حضرتش الجنازة. طيب تمام، احمد السعداني طلب من طبعا نقيب المهنة التمثيلية اشرف زكي انه ما يبقاش في تصوير في العزاء. ليه ما حضرتيش بقى في عزاء صلاح السعدني؟ بالفعل ما حضرتش في العزاء تماما، وده بيأكد ان كان في خلاف ما بينها وما بين احمد السعدني. ولكن هي كتبت بوست على صفحتها: البقاء لله، رحمة الله على فناننا الكبير صلاح السعدني. اول ما عرفت بقى ان احمد السعدني تعبان وحالته النفسية متدهورة، راحت علشان تزوره. احمد السعدني ومي عز الدين المفروض ان كان ما بينهم مشروع زواج، وناس كتير وشائعات كتير كانت بتؤكد انهم فعلا هيتجوزوا، وخصوصا احمد السعدني من وقت وفاة زوجته لحد الان ما اتجوزش، وكلنا عارفين مي ما اتجوزتش حتى اللحظة دي، وحصل ان ما بينهم ارتباط او حاجة شبيهة بذلك. بس الاكيد ان هما ما بينهم صداقة قوية وعشرة طويلة قوي. مي راحت عشان تطمن عليه، واحمد اول ما شافها انهار جدا من البكاء، وقال ليه ما وقفتيش جنبي وكنت معايا؟ ليه انت بالذات ما جيتيش؟ وقالت له على عذرها ان والدتها بالفعل مريضة وتعبانة جدا، وده اللي خلاها ما تعرفش تيجي او تسيبها. وقالت اول ما عرفت انك تعبانة ووالدتي اتحسنت، حسيت ان انا لازم اجيلك واقف جنبك واقول لك معلش وربنا يرحمه، وهو في مكان افضل واحسن من اللي احنا فيه، ولازم تقف على رجليك عشان تكمل مسيرة والدك، المسيرة الفنية القوية اللي أكيد محدش ممكن يعوضها. وبصراحة مي بكت بكاء شديد قوي أول ما شافت أحمد السعدني، لأنه شكله اتغير، وفعلا باين عليه الحزن والزعل الكبير على وفاة والده رحمة الله عليه الفنان الكبير صلاح السعدني. خلت